ده شنو هسه؟ هسه عليك الله ده ما بزار ده؟ ها؟ ايدك كلها مليانه حنه من هنا لهنا شنو هو؟ ما سويها هنا بس كده، ما سويها هنا كده بس الصداقات مشتريها بالشيء الفلاني، مودرين القروش، ما سويها حبه كده اشتري حنه حبه سويها كده صغيره كده حليوه كده، مسويها من هنا لهنا شنو يعني؟ الحنه يا هالحنه يا هاي بنفس السعر. بنفس السعر شنو؟ ما كل ما سويها كثيره كل ما القروش كانت كثيره، يعني انا ما بعرف. والله يا نجله، والله انا متاكده انه محمد ده عيان ولكن ما داري يمشي الدكتور. يا اخي حتى حنسته قلت له يا اخي خليك من الدكتور اللي ما تمشي له ده، جيب لي محاريب ابل له في مويه عشان تشرب وعشان القبض في بطنك دي. قال لي لا تبذير. المحاريب اللي بكم قرش ده؟ اي لا 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 لا، اختراق ده فظيع يا لا اختي. اي حاجه، لا تمشي دكتور عشان ما يبذر. ما داري يجيب لي اي حاجه عشان ما يبذر، ولا داري يجيب اكل اللي يروح هنا عشان ناكل نسمن عشان نبقى كويس. هاي انت امتين يا تهاني اختي حتخلي كده لما يموت ليكي؟ ما عارفه والله ما عارفه. لا لا لا، لازم تشوف لك صرفه معاه، اقنعيه وحاولي اضغط عليه. عليك الله يا رجل، ما قعدت عيد ميلادي مفرشه زي ما هي، ما عندي غير الميلاد دي. والله يا تهاني اختي طوال، انا الميلاد دي مفروشه طوال، لكن انا قلت احتمال يعني انت براكي يعني شنو انت صح شنو يا اخي؟ دي ما عارفه حاجه على البلوزه والسكرت دي، ما طولت كده في هيلا ساعه. وامبارح مش بالمناسبه، وامبارح مش دي من الشيله قال جايه منه ولد عمي جاب الشيله دي، وبعدين قال ده بازار، الشيله جايبه لي 4 طلع لي لبستين بس والباقي قال يتصرف فيه. لكن انت يا تهاني وراجلك ده يعني انت بتقولي جلده ده عملتيه كيف؟ نقشتي الحنه اللذيذه دي كيف؟ الحنه دي بنت خالتي نقشتها لي عشان عرس ولد عمي امبارح، وما عارف ومصير انه انا شلت بقروش وبزرتها، بفتكر انه ده بازار. قال لي تعمل فيها هنا خليك من كده. ناس امي اول امبارح جو وما قالوا ما لقونا، ضربوا لي تليفون قال لي انت وين؟ قلت له انا قال لي البتة كله مطفى مولع السهاره، مولع ليه ما عندكم كهرباء؟ كهرباء عامله 2 قاعدين بها لنا 4 يوم. 2 قاعدين ب4 يوم؟ لحد هسه ما قطعت. ده زول فظيع ده. لا 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 مشكله ذاتي حاجه. خلاص يا اختي كان كده انا اكلم منعم راجلي ده اللي يجي يتونس معاه شويه وحبه حبه يحاول يقنعه، ان شاء الله يا رب يقتنع بكلامه. شوف يا محمد، بعد الاعراض اللي قلت عليها دي كلها واضح انه في سوء تغذيه. قاعدين ناكل طوال اصلا ما وقفنا، لكن ده ما وقفنا منه يوم واحد ما وقفنا منه. والله واضح الشديد، لانه يعني المفروض عشان المعده تكون منتظمه والاكل يكون منتظم ويمشي في الجسم بانتظام ويكون في تغذيه سليمه للجسم. الانسان لما يقوم الصباح يشرب له كوبايه مويه اول حاجه، دي مهم جدا جدا للكلى وضعف الكلى. بعد ذلك يعني لو لقى لهم مثلا حبتين بيض مسلوق دي حاجه كويسه جدا جدا، ومعاهم قطعه جبنه حبه عسل، والله ما دام حاجه تكون مهمه جدا بالنسبه له لانه بتقويه من الصباح. وبعد ده ممكن يشرب له كوبايه شاي او كوبايه جبن، ما بتاثر لانه بيكون اساسا المعده فيها اكل تمام والتغذيه ماشيه سليمه. بعد ذاك الافطار لو لقيت لك كبده خفيفه. افطار؟ ايوه فطور. بعد الكلام اللي قلته ده ايوه حبتين بيض وقطعه جبنه وعسل وشاي وماء زرقاء. ايوه وبعد ذاك ثاني افطار. نعم الافطار ده اهم شيء لانه بيحركك خلال اليوم كله، لانه الانسان شفتها زي المكنه، لو ما كبلوه بنزين وما ادوه حياته تفاصيله دي ما حيدور، حيقع. صح ينتهي في النهايه، صح ولا ما صح؟ عشان كده مهم جدا جدا تفطر لك بكبده خفيفه كده تكون نقيضه شديد. كبده؟ ايوه كبده ايوه اهم شيء لانه الكبده مهمه جدا جدا. وبعد ذاك الغدا مهم يا حبذا. في غدا برضه؟ طبعا الغدا ده مهم جدا جدا لانك تكون خلال اليوم استهلكت كل الاكل ده وانت محتاج لتغذيه سليمه جدا جدا. عشان كده الغدا تيجي ترقد شويه تكون المدام عملت الغدا، يا ريت لو كان نوع من الجداد ومع الشوربه وفته جميله وشويه رز كده، والسلطات اهم شيء خضارات لانه الخضارات مهمه جدا جدا. وبعد ذاك المغرب كده يشرب لك شاي بلبن مع بسكويت، وبالليل العشاء مثلا رقاق باللبن او رز باللبن. نحن قاعدين في بيت ما معسكر. هنا في بيت ما معسكر يابا. لا ما معسكر، ده حاجه عاديه جدا جدا في اي بيت. لا لكن انا الكبده دي اول حاجه التبادل الكبده دي انا ما بريدها. لا وجدها ده بعزقه ساي. اولا بالتبادي انا اقوم الصباح القى لي رغيف من حق البارح باي، اجيب الشاي الاحمر ده اللبن ما في له داعي لان دي بعزقه ساكت، اغمزه فوق الشاي الاحمر ده اشربه واطلب الله في مالي لا انا لا بطني انا ما حشو. لا البني ادم ده صغير الاكل ده ما عنده حاجه. انا بس شغلتي كلها اليوم بعدين كم وجبه هو ذاته اليوم عليك الله فيكم وجبه ما فطور وغدا وعشاء. أيوة. صح. العشاء ده الناس خلوه اصلا الناس بياكلوا وجبتين. اخوان انتوا خلوكم اقتصاديين يا اخي. اسمعني كويس يا اخي، لازم تاكل يا اخي،
ولازم الحياه دي كلها تعملها في المرحله دي بالتحديد. انت المرحله دي بالتحديد محتاج كل الاكل دي، ومحتاج كمان لكميه من العصاير والبرتقال والفاكهه، لانه انت يا اخي مرحلتك دي متعسره جدا يا اخي. يا اخي انت يا اخي الحياه دي لو ما عملتها خلال 6 شهور بتصل لحاله ممكن تؤدي للموت. الكلام ده بقول لك يعني كطبيب، انا بقول لك الكلام ده يعني. الحاله ممكن تؤدي الى الموت 6 شهور بالكثير، لانه انت حالتك صعبه جدا جدا يا اخي. عشان كده ما ذكرت معك كلامي، لازم تاكل وتتغذى تغذيه سليمه بالكلام اللي قلت لك دي في المرحله دي. بعد ذلك ممكن تاكل عادي 3 وجبات خلال اليوم عاديه جدا جدا. وانا بستاذن لانه مرتبط ثاني لمواعيد فلازم امشي. تفضل ان شاء الله. تفضل. اتمنى انك تنفذ الحاجه اللي قلتها لي دي، ما دام اهتم بالزول ده ونفذ الحاجه دي كلها. يلا السلام تفضل عليكم. تفضل. السلام عليكم. نعم. يلا مدام السلام عليكم. تفضل تفضل. مع السلامة. تفضل تفضلوا. وشنو هو قال لك الدنيا دي بس طب، ما في اقتصاد، ما في علوم ثانية، والاقتصاد ده بدرسوا لي شنو؟ ما لازم الزول يقتصد. والله كويس، كان 6 شهور قال هو قد انا 6 شهور معي الماكل لا شنو ثاني؟